أهلا بكم في قناة لوك لوك. وكانت عنده، أنا كنت عنده في حياته رقم واحد. ايه كنت دي وما زلت؟ مراته بقى رقم واحد دلوقتي وانا رقم 2 وراضيه وقابله والله عادي. أول رد فعل من زيكو وزوجته بعد عتاب والدته ليه. ده حبيبي انا وده جوزي انا. هو مش فاضي بقى، هيفضل. وانا متقبله ده شغله وفرحانه بيه. بعد التألق الكبير اللي حققه زيكو في كأس العالم وتحوله لواحد من أبرز نجوم المنتخب المصري، اتفاجئ الجمهور بظهور والدته في لقاء مع الإعلامية ريهام سعيد، ووجهت له رسالة عتاب مؤثرة كشفت فيها قد إيه هي مشتاقة له. وقالت والدة زيكو إن انشغاله الدائم بشغله بعده عن العيلة، وأكدت إن شغله بقى واخد كل وقته، وأضافت دلوقتي شغله بقى أهم من الحياة الأسرية، وإن هو بقى بيفضل شغله عن الحياة الأسرية. وكشفت كمان إنها طلبت منه ياخدها معاه احتفالية الاستاد. اتصلت بيه وقلت له أنا نفسي أروح الاستاد وقابلك هناك، أما بدلتها مش فاضي تيجي، لكنه رفض عشان خايف عليها من الزحمة، فهتبقى بهدلة عليك. وقال لها هتتبهدلي، وأضافت إنها ما شافتهوش من شهر مايو، وإنها كانت زمان الشخص الأول في حياته، لكن دلوقتي على حد كلامها بقت في المرتبة التانية بعد زوجته. وقالت أنا كنت رقم 1 في حياة زيكو، دلوقتي مراته هي اللي بقت رقم 1 وأنا بقيت رقم 2. مراته بقى رقم 1 دلوقتي وأنا رقم 2 وراضية وقابلة والله عادي. نفسي تجي لأمك، لأن أمك تعبت كتير وشافت كتير، والحياة عمرها ما كانت ورد، وأنت هتشهد على كده. الحمد لله. ووحشني جدا. وانتشر اللقاء ده بشكل كبير على السوشيال ميديا، وأثار جدل واسع، خصوصا مع تعليقات كتير أكدت إن الأم لازم تفضل دايما صاحبة المكانة الأولى في حياة أولادها. وبعد عرض الحلقة نشرت زوجة زيكو فيديو كوميدي على تيك توك ظهرت فيه مع زوجها على ترند ده بتاعي أنا لوحدي، وعلقت عليه قائلة يا رب تكون الرسالة وصلت. لا بتاعي انا لوحدي، ولا حد يجي جنبه ولا حد يلمسه ولا حد يكلمه كلمه ولا يغمسه غمسه ولا يقول له انت حبيبي ولا روحي ولا بتاع. ده حبيبي انا وده جوزي انا وما حدش له فيه. والفيديو أثار موجة جديدة من الجدل، لأن ناس كتير اعتبرت إنه رد غير مباشر على تصريحات والدة زيكو، بينما ناس تانية شافت إن الرسالة كانت موجهة للمعجبات فقط ومفيش أي علاقة بينها وبين كلام والدته، خاصة إن زوجة زيكو ما خرجتش بأي تعليق مباشر يوضح قصدها من الفيديو. لكن زيكو حسم الجدل بنفسه ونشر عبر حسابه صور ليه مع والدته، ووجه لها رسالة مليانة حب كتب فيها طول عمرك رقم 1 يا ست الكل، وهتفضلي رقم 1.